شايفين القمر ده؟ قولوا اه شايفين. طبعا بما اننا احنا دلوقتي اللفت مالي الدنيا كلها، وده بصراحة احلى مخلل والناس كلها بتحبه، فطبعا قلنا لازم نستغله احلى استغلال. النهاردة هنعمل مع بعضنا شوية لفت وجزر متخللين، بس حاجة كده تتدرس جميلة قوي قوي. هنمسك اللفت بتاعنا وهنغسله كويس قوي قوي، وهننضفه كويس قوي قوي لانه بيبقى فيه طينة كتيرة قوي قوي. هنمسكه بقى كده وهنظبطه وهننضفه وهنشيل منه اي طينة واي شعر زيادة واي حاجة، وهنقطعه هو والجزر بالشكل اللي قدامكم ده كده، صوابع صوابع. وهنشوف بقى هنعمل فيه ايه. كده احنا نضفناه وقطعناه وظبطناه خالص. هنشوف بقى كده خطواته. هنرشله حبة ملح كده، بس انا ماشية معاكم بمقدار المعلقة. يعني المعالق دي كلها قولوا مقدار نص كيس ملح، فيما اكتر حبة صغيرة، لان اللي قدامي ده مقدار 4 كيلو ما شاء الله يعني. تمام. كده انا بحط فيه الملح كويس قوي، وهملاه بقى ملح. انا ولا هبيته ولا هعمل اي حاجه. مع الملح ده هحط فيه نص معلقه شطه، لاني انا مش عايزاه يبقى حراق. تمام. انا بقى هخلي الملح يطلع وينزل ويروح ويجي. بصوا هنخلي الملح يتظبط فيه، يعني هخلي الملح يوصل له كله. تمام. ايه اللي في ايديكي ده بنجر، ده اللي بيديله اللون الوردي التحفه قوي. ماشي. هنا طبعا انا معايا برطمان. البرطمان ده هو اللي هياخدهم ان شاء الله، بس لا هو ايه يعني زاد عندي حبة فهزودهم في برطمان تاني. البرطمان ده هياخد منه قد ما هياخد. تمام. بصي بقى كده انا هرصه كده، هنزله يعني حبة حبة. اللفت ده بالطريقة دي حلوة قوي. الطريقة دي بجد جميلة قوي. كده انا هنا نزلت حبة وحطيت بنجرتين من البنجر اللي متقطع في النص، وبعد كده حطيت شوية مية وسبت الباقي اهو. كده حطيته فين؟ في الاخر. البنجر ده بيديله لون حلو قوي وطعمه حلو قوي. طبعا البنجر كمان اساسه وحلاوته ان هو بيجي في الشتاء. بس هنا ما حطينا الملح وحطينا الشطه والبنجره، هنا هحط له قيمه ربع كوبايه خل. انا مش عايزه ازود خل اكتر من كده، وبما ان في خل يبقى لازم سكر. السكر هتعادل حموضه الخل، وكمان لما بتيجي بتقطميه تحسي ان هو بيقرش معاكي شويه، فدي بتبقى حلوه قوي. طبعا انا هنا معايا ميه غلياها وسايباها تبرد ومفضياها في ازايز. البرطمان ده اخد مني ازازتين ميه. لازم مهم قوي 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 انك انتي تسيبي الميه تغلي وتسيبيها تبرد، لانها بتشيل منه اي بكتيريا وما تخليش منك اي مخلل يعفن. تمام. هو كده اخد مني ازازتين اهو، دي ازازه ودي التانية. وبعد كده خلاص هزود بقى. انا حسيت ان هو كان محتاج ملح فهزود له كمان حبه ملح. مش هزود شطه تاني خلاص، هو الشطه نص معلقه بس، انا مش عايزاه حراق. انا بس هزود له ملح تاني، لان خلي بالك لو الملح قليل هيتهري منك. بس كده خلاص. المهم لا برضو موضوع الكيس ده مهم جدا عشان خاطر انت بتمنعي عنه الهواء. آه هقلبه بقى كله في قلب بعضه. همسك البرطمان كده هرجه يمين وشمال وفوق وتحت برضو عشان خاطر كله يوصل. الملح اللي فوق ده ينزل لتحت والخل ينزل لتحت والبنجر يطلع فوق. كده هنشقلب كيانه. تمام. 3 ايام بالظبط وهتاكلي احلى مخلل لفت مع جزر. ممكن تاكلي اللفت قبل الجزر، يعني ممكن الجزر يقعد له بتاع يومين 3 تاني. بس هو سهل قوي وبسيط قوي وما فيهوش اي افتكاسه ولا في اي حوار. حاجه سهله جدا وسريعه جدا وبسيطه جدا وحلوه جدا جدا. طبعا ما تنسوش في اللايك والاشتراك ودعموا القناه.